ريتو الشيء هذا يتسمى راديو، واحنا ماناش نعملوا في راديو، نحن نعملوا في السينما. اكبر غلطه يتيح فيها كاتب سيناريو مبتدئ هي انه يعبي السيناريو بالديالوج، عبي عبي عبي. السينما يا جماعه هي فن بصري وما هيش راديو. نعاودها لكم مره اخرى، ما هيش راديو. كان البطل متاع فيلموك مع تحزين ويبكي، ما تخليوش يقول انا حزين انا نبكي امان. خلي البلان والكاميرا هما يوريونا الحزن هذاك ونحن نحسوا بيه معناتها من غير ما نسمعوه. هذاك علاش كالعاده جاكم المنقذ فارس باش يقول لكم كيفاش تكتبوا حوار في السيناريو السينمائي. القاعدة الأولى والأهم واللي هي شو دون تيل. وريني التصويرة وخلي السبكتاتور والمشاهد هو اللي يلاحظ ويستنتج، عبي فيه بالديالوج. نرجع لحكاية أحمد وسامي اللي جتهم الكره بالحلقة اللي فاتت ولا اللي قبلها، كنتش حكيت لكم أنا ذا مثال في سيكونس باش يبان سامي يكره أحمد على الآخر. الكاتب اللي مازال كي بدا يكتب فخور بالكتابة كي فرحان عادي، راهو كلنا بدينا كايا معناتها نغلطوا ونصلحوا خويا باش ما حد ما يفهمني بالغلط بالطبيعة. باش يبدا يكتب لك سامي يقول أنا أكرهك يا أحمد جدا ولا أطيق ريحتك الزفرة. أما بعد ما تتفرج في الإبيزود هذايا والإبيزودات الكل متاع كيفاش تكتب سيناريو مع أقوى واحد في تاريخ البشرية فارس، باش تخلي مثلا سامي يدخل للبيرو يشوف أحمد ويتبسم، سامي ما يتكلمش حتى كلمة، يقعد على حرف الطاولة ويكبس على البونية متاع يديه لين عروقه يبانوا، بعد يهز دابو زمان يحط كيس قدامه ويقعد يصب في الماء لين الماء يتبزع فوق الطاولة، وهذا الكل ما نحاش عينيه من على أحمد. شفتوا الفرق؟ لهنا ليماج وصفت لك شنية صار بالتدقيق وعطات إفيه قوي أقوى مليون مرة من اللي كان هو باش يقول. حاجة أخرى، الديالوج سينماتيك القوي مش هو بدو اللي يتقال، هو الكلام اللي ما يتقالش. ايش رايك فيه هذا؟ في السينما هذا يتسمى ساب تكست. الحكايه ذي ماخذينها من حياتنا الواقعيه، مع تاريخ البشر في حياته الواقعيه مستحيل يقول الحقيقه كامله ويسورتو ديريكت، ديما يخبوا الفيلينغز والمشاعر نتاعهم ورا الساب تكست. والسينما كما تعرفوا نقل الواقع. تخيل معايا راجل ومرته قاعدين يتعشوا وبيناتهم مشكله كبيره وعلى بواب طلاق، معناها الحوار العادي باش يكون نتاع انا ما عادش نحبك وكل الحياه ما عادش تطاق معاك وكل فازات هذوكم الكل. كي نزيدوا الساب تكست لهنا، المراه وهي تاكل باش تخزر للصحن وتقول بشويه الماكله ولات ماسطه ياسر في الدار هذا، كل شيء ولا ماسط، هي لهنا تتكلم على العشاء. اما سبكتاتور باش يفهمها طول اللي هي قاعده تحكي على العلاقه اللي ما بيناتها هي ورجلها وامورهم الفازاتهم، معناها يا والله السينما اقسم بالله سحر، والله سحر، تخليك تخمم كي تخدم مخك، فهمتني؟ وهذوما راهم الديتايات اللي يخلي اي سبكتاتور يحب الفيلم بتاعه. توا فهمنا الحوار وقتاش تحطه وقتاش لا. اما وقت اللي لازمك تحط الحوار كيفاش باش تحطه في وسط السيناريو؟ اولا وكما قلت لكم في المره الاولى انه يتكتب بالفعل المضارع، ما تكتبش حل الباب ودخل، اكتب يحل الباب ويدخل ويتلفت على اليمين وعلى اليسار مثال، ومع غير ما نقول لكم علاش خاطر ديجا تلقاها في الحلقه الاولى. والحاجه الثانيه سهله على الاخر، كما قلت لكم زاد المره اللي فاتت ابعدوا على تسكي شعر، زاد الحاجه ذي حكيت عليها في حلقه من الحلقات اللي فاتت تنجموا ترجعوا وتشوفوها. هذاك علاش ديما السيناريو والحوار اللي موجود في السيناريو هو اللي يحكم على الفيلم على قداش باش يعيش وقداش باش يقعد العباد تتفرج فيه وتتذكر. توا نورمالمون كملنا الباس، تعرف كيفاش تعمل سيناريو من اللي يكون فكره حتى لين توصل تكتب الحوار. توا دورك انت خويا، تجبد ستيلوك والنوت بتاعك والا تجبد البيسي بتاعك وتبدا تكتب في السيناريو بتاعك. وكل عاده كان عجبك الفيديو اعملوا لايك، ما عجبكمش اعملوا لايك، بارتاجيو الفيديو مع اصحابكم، سبسكرايب للشين، خلينا نوصلوا لل1000 ان شاء الله. مبقى لي باش نقول لكم كان بيس لوف